النهارده بعد ما انا جمعت اسئلتكم عن الحساب البنكي المغلق في المانيا، كل حاجه كتبتوها لي، وعن فينتيبا حبيت بنفسي ان انا اروح فرانكفورت المقر الرئيسي بتاع فينتيبا في المانيا، واقابل الاستاذ اسلام البرماوي المدير الاقليمي لشمال افريقيا والشرق الاوسط، واساله كل الاسئله بتاعتكم، واكون جمعت فيديو عن الحساب البنكي المغلق بالكامل على اليوتيوب يبقى موجود لكل الناس اللي عايزين يفتحوا حساب بنكي مغلق عشان جايين يدرسوا في المانيا. فتعالوا النهارده اوريكم فينتيبا فين والمكان، ونتقابل مع استاذ اسلام البرماوي ونساله كل الاسئله بتاعتنا عن الحساب البنكي المغلق. طيب انا وصلت فينتيبا اهو، ورايا البتاع وادي الشركه. اهلا، صباح الخير عبد الرحمن. ازي حضرتك؟ ايه دكتور الاخبار؟ منور كله الدنيا يا تمام؟ فندم. يا اهلا وسهلا، اتفضل. خش اتفضل يا فندم. تمام، شرف يلا لله. بينا. شكرا جزيلا. منور فينتيب. جميل حضرتك والله، شكرا جزيلا. شكرا اتفضل يا جزيلا. فندم. يا اهلا وسهلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اتسألت كتير على الحساب البنكي المغلق، لأن الواحد بيبقى شايف فيديو هنا على ريل هنا على تيك توك على مش عارف ايه، فبتبقى قاعد بتلقط المعلومات. فأنا حبيت إن في فيديو يكون مجمع كل حاجة، عشان في ناس كتير طلبت مني، وعشان في شباب كتير قوي من الشباب اللي بيتفرجوا عليا لسه في ثانوية عامة، تانية ثانوي، تالتة ثانوي، والكلام من ده. تمام. فحابب إن أنا أشرح كل حاجة من الألف للياء عن الحساب البنكي المغلق، الاسئله اللي اتسالتها كتير، وانا نزلت على الانستجرام بوست او ستوري بسالكم انتوا ايه اسئلتكم عن الحساب البنكي المغلق وعن فينتيبا والكلام من ده، عشان انا دي مرحله وخطوه اساسيه لاي حد عايز يجي يدرس، سواء لغه او سنه تحضيريه لستودين كوليج او بكالوريوس او ماسترز. فاي حد مش جاي اوس بيلدونج، مش جاي شغل، مش جاي دوالس ستوديوم، محتاج ان هو ياخد باله من الخطوه دي جدا جدا. فجمعت اسئلتكم واسئله زياده شويه كمان من عندي. حبيت بقى ان انا اجي فينتيبا، ان انا اعمل معاهم شراكه، وان احنا نتكلم عن الموضوع ده كله، ايه فينتيبا، ايه الحساب البنكي المغلق، وكل التفاصيل دي ان شاء الله. معايا الاستاذ اسلام البرماوي. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. دكتور عبد الرحمن ولا باشمهندس بقى؟ ما هو حاجه محيره يعني. هندسه طبيه، فمهندس ودكتور في نفس الوقت يعني. ما شاء الله عليك. اهلا وسهلا بحضرتك، منور ومشرف فينتيبا يا فندم. اهلا بيك وسهلا. انا اسمي اسلام البرماوي، انا المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركه فينتيبا، متواجد حاليا في مدينه فرانكفورت. يعني جاي من خلفية معظمها في مجال البنوك، وموجود في ألمانيا تقريبا كده داخل على 5 سنوات. طيب انا كان عندي كام سؤال لحضرتك النهارده. اول سؤال، ايه هو فينتيبا؟ فينتيبا Financial Service Provider. ايه بتعمل ايه وايه الغرض منها؟ قبل 2016 كان كل المتقدمين برغبة السفر لألمانيا سواء للدراسة أو بحث عن عمل، ولكن الأغلب كان الدراسة يعني. إجراء أساسي جدا كان بيطلب منهم إن هو يعملوا حساب مغلق بلوكد أكاونت، وأنا هتكلم طبعا يعني إيه بلوكد أكاونت في ألمانيا. تمام، يفتح حساب في بنك في ألمانيا. كان في الوقت دوت الموضوع بيتم 100% بشكل ورقي، فالطالب كان بيتوجه للسفارة، بيجيب الأوراق بتاعة البنك المعين دوت، هو بنك كبير جدا ومعروف، وبتبدأ عملية فتح الحساب، بتاخد لها حوالي من شهر لشهرين. كانت بتاخد وقت طويل جدا. في 2016 لما بدأت فينتيبا تقدم نفس خدمة الحساب المغلق اللي بيطلب من السفارة الألمانية ولكن بشكل ديجيتال، فبدأت تقدم في 10 دقايق. مقارنة الوقت بده أول مؤسسة وأول شركة بتقدم الموضوع دوت. مع الوقت عايز اقول لك ان البنك الكبير دوت من حوالي 2 سنين اعتزل تماما صناعة البلوكد اكاونت، لان باللوجيك كده لما تلاقي في خدمة قدامك بتتقدم في شهرين وخدمة نفسها هي بتقدم في 10 دقايق، هتروح لمين؟ تمام. فتم استبدال طبعا، يعني طبيعة الحال وده السوق يعني. طيب ايه هو الحساب البنكي المغلق بالظبط؟ وهنقول بقى يعني ايه بلوكد اكاونت، يعني ايه حساب بنكي مغلق، شبيه كونتو. بيطلب الرد على سؤال بسيط دايما انا بصيغها بالشكل ده. لما تيجي تروح للكونسلر وتقدم له ورقك يا سفارة ألمانيا، أنا عايز أخد التأشيرة بتاعتي علشان أسافر ألمانيا، أوكي إحنا موافقين. عشان تدرس، أوكي إحنا موافقين. بس لينا سؤال، السفارة بتسأل لما تسافر ألمانيا هتصرف على نفسك إزاي وأنت هناك في ألمانيا؟ في إجابات مختلفة هنخش في تفاصيلها، لكن هنقول الإجابة الأكثر شيوعا اللي هو من خلال إن أنت بتفتح حساب في بنك في ألمانيا وبتحط فيه مبلغ مالي. وده اللي بيحصل، الطالب يفتح حساب في فينتيبا، بيودع فيه مبلغ. المبلغ دوت برضه عشان اوضح لحضرتك يا استاذ عبد الرحمن، مش فينتيبا اللي بتحدده، علشان في ناس بتقول لك فينتيبا طلبت، احنا ما بنطلبش، فينتيبا ما بتطلبش. اللي بيحدد قيمة المبلغ دوت السفارة الألمانية ممثلة عن الحكومة الألمانية. هم بيقدروا تقريبا ان مثلا 934 يورو ده الحد الأدنى للمبلغ اللي ممكن يكفي أي طالب عايز يعيش في ألمانيا، تغطي مصاريف حياة الأكل والشرب والعموما المصاريف العامة، فهم حددوها بالقيمة دي. تمام. قيمة المبلغ الشهري مضروب في 12 شهر، فالمبلغ دوت بيطلب من الطالب ان هو يحوله لحسابه في ألمانيا. بياخد بلوك اكاونت كونفirmation، خطاب بيقدمه للسفارة،
كاثبات. يا سفاره المانيا، انا لما هسافر المانيا هيبقى معايا مبلغ مالي موجود اهو في حسابي، وده اللي هيساعدني في المصاريف بتاعه الحياه. ولما بيوصل المانيا الاموال دي بترجع له تاني. يعني ببساطه الناس اللي بتقول المانيا بتاخد الفلوس، او يا عم ده انت مطلوب منك مبلغ كبير مش عارف عشان نسافر المانيا، يا عم اي حاجه يا جماعه عايز اقول لحضراتكم في الموضوع دوت، ان الفلوس ديت ان حضراتكم بتدفعوها وبترجع لكم تاني، مش عشان، لان في برضه من ضمن المفاهيم الخاطئه يقول لك بلوك اكاونت، ان بياخدوا الفلوس يعملوا لها بلوك. احنا بنحطها لك هنا وبعدين لما بتيجي بنرجعها لك على هيئه دفعات شهريه، بترجع الاموال للطالب. و دي الاموال بقى اللي السفاره بتبدا تطمئن المبلغ دوت هيكفيك طول ما انت موجود في المانيا. فده يعني حاولت ألخص الموضوع بكل بساطة. يبقى كده بسرعة كده هنجيبها من الأول. فتح الحساب البنكي المغلق في فينتيبا، حول الفلوس لحسابه، تمام، من أي بنك بتتعامل مع حضرتك، سواء جوه مصر لو احنا بنتكلم عن طلبة من مصر، أو من العالم كله. فينتيبا معروفة وبتتعامل مع 195 سفارة حوالين العالم، فبالتالي 195 دولة ببنوك مختلفة كلهم فينتيبا بتتعامل معاهم في استقبال الأموال منهم. بيتم تحويل الأموال، بتوصل أول ما بتوصل لحسابك بيطلع البلوك اكاونت كونفirmation، بيطبع هذا الخطاب وبيقدم للسفارة الألمانية، بتحصل على التأشيرة، بتوصل لألمانيا. انا ازاي بتجيلي الفلوس بتاعتي من الحساب البنكي المغلق؟ هل انا مثلا باخد كارت من فينتيبا زي ماستر كارد او اي حاجه بصرف منه، ولا انا ازاي بتجيلي الفلوس من الحساب البنكي المغلق على يعني بس بصرفها ازاي، بستخدمها ازاي؟ جميل قوي. انا في المانيا دلوقتي وفاتح الابلكيشن بتاعت فينتيبا كده، تمام. طالب بيوصل المانيا هنا، بنطلب منه انه يفتح حساب في اي بنك في المانيا، اي بنك تاني، سواء بنك ديجيتال اللي هو بس مجرد ديجيتال بنك عن طريق ابلكيشن بس، او بنك معين بفرع معين، اللي في ناس بتحب تروح لفروع كده يعني. بعد ما بيفتح الحساب بيدخل على حسابه في فينتيبا، بيدخل رقم الايبان نمبر بتاع حسابه التاني. يبقى عايزين نفرق ما بين في نوعين من البنوك الطالب في رحلته هيتعامل معاهم: البنك اللي هو او فينتيبا، تمام، اللي هو فيه الحساب البلوكد اكاونت، والحساب التاني الحساب العادي. ما فيش حد هيقدر ياخد فلوسه من فينتيبا مباشرة، احنا ما بنديش الفلوس لان احنا ما عندناش شباك صرف اموال، تمام. انما ياخد حسابه ازاي، فلوسه ازاي؟ من ان هو بيفتح حساب تاني في بنك تاني في المانيا، بيبلغنا بشكل معين برقم الايبان شهريا، بيتم تحويل المبلغ المنصوص عليه من حسابه في فينتيبا لحسابه الجاري. تاني باكد، في نوعين من الحسابات: الحساب المغلق مع فينتيبا والحساب الجاري العادي. اول ما الاموال بتوصل للطالب في حسابه العادي هو حر، بقت فلوسه موجوده معاه، يدفع بها ايجاره، بيبقى مع كارت الاي تي ام بتاعه يسحب فلوسه، يتعمل كاش، بقت فلوسه. النمط دوت بيتم بقى شهريا لمدة 12 شهر، ده الحالة العادية أو المدة اللي بيحددها الطالب، تمام. ممكن 6 شهور، ممكن سنة، أو أيا كان. والفلوس بتحول شهريا من حسابه المغلق في فينتيبا لحسابه الجاري، أو اللي هم يسموه الجيري كونتو في ألمانيا. فينتيبا ما بتديش ماستر كارد ولا بتدي أي كارت، تمام. فينتيبا لحد الآن هي بس مخصصة بان هي بتعمل بلوك، بتقفل، تمام. فاحنا بنعمل الدور اللي هو بتاع بنأمن على الفلوس، بنعمل عليها بلوك، تمام، لحد ما هو يجي ونبدأ نطلعها له تاني. بتختلف طبيعة الحسابات العادية، لان ممكن الناس تبقى عندها طول الوقت الظن بتاع ان الحساب البنكي هو اللي هي الحرية في عملية الايداع والسحب، هعمل ايداع النهارده واسحب بكره. البلوك ده اكاونت حساب بنكي، ولكن بطبيعة خاصة ان الايداع بيتم مرة واحدة في البداية، وبعد كده بتتم تحويل الدفعات شهريا طول فترة الإقامة في ألمانيا. طيب ايه تكاليف الفتح بتاع الحساب ده؟ يعني ايه المصاريف اللي انا بحتاج ادفعها غير ال 12000، ولا هل كله في بعضه مع ال 12000؟ تمام. التكاليف ما عنديش، مفيش الحمد لله اي حاجه اسمها مصاريف هيدن خالص، وموجوده على الويب سايت. مصاريف فتح الحساب، تمام، لحد تاريخ اليوم 89 يورو مصاريف فتح الحساب. شهريا بناخد 4 يورو 90 سنت مصاريف شهريه. ده كل الموضوع الخاص بمصاريف فينتيبا. في جزء تاني الناس بتحسبه كمصاريف، ولكن هو مش مصاريف لفينتيبا، وده موضوع برضه هنتكلم فيه مع حضرتك دلوقتي، اللي هو التأمين الصحي. ايه انواع التأمينات اللي موجودة في فينتيبا؟ التأمين الصحي بيبقى عارف اشتراك شهري. فالفلوس بتتخصم ازاي؟ لما الطالب يستلم فلوسه على البنك التاني، خلاص اتفقنا ان احنا فهمنا خلاص ان البنك التاني بيتخصم منه الدفعات الشهرية بتاعت التأمين. التأمين احنا بنتعامل مع شركتين كبار بباقات مختلفة، كل باقة ليها سعر، فحسب الطالب هو الباقة بتاعته ايه، فالفلوس بتتخصم منه حسب الباقة. وبدعو طبعا الناس والشباب ان هو يخشوا على موقع فينتيبا ويشوفوا الاسعار ايه، وبتتخصم من الفلوس. فنرجع مباشرة رد سؤال حضرتك. مصاريف فينتيبا، مصاريف فتح حساب تحصل مرة واحدة في البداية 89 يورو، وشهريا 4 يورو 90 سنت.
بياخد وقت قد ايه عشان افتح الحساب البنكي المغلق؟ طيب بياخد وقت قد ايه عشان الحساب يتفتح؟ لو الطالب دخل الحساب، بيانات الحساب بشكل دقيق مظبوط، عمل ابلود لصورة جواز السفر بشكل دقيق، يعني مفيش حاجة. في ناس يعني بشوفها كيسز كده بيبقى مصور صورة جواز السفر وحاطط صباعه مثلا على رقم جواز السفر، او حاطط يعني. انما هنظن بان الصورة واضحة وان هو واضح والبيانات مطابقة، لان برضو في ناس ما بتكتبش الاسم. ده موضوع تاني لو اتكلمنا فيه والله يا دكتور يعني موضوع هيطول معانا. اللي هو الواحد الحاجات اللي بيشوفها في عملية فتح الحساب. يعني مثلا احنا عندنا مشهورين في عالمنا العربي بان اسمائنا رباعية خماسية سداسية، تمام؟ فلازم نكتب اسمنا زي جواز السفر. فتلاقي واحد مثلا انا اسمي اسلام، انا ما بين اسلام والبرماوي دي في حوالي 3 اسامي في النص، فبكتب اسلام البرماوي. لا، لازم تكتب اسلام نبيل والاسم بالكامل لحد اخر اسم العيله. افترضنا ان الطالب دخل كل البيانات مظبوطه وصحيحه في خلال ساعه، لان احنا الموضوع بقى برضو نظام اي بيخش على طول اوتوماتيك، بيعمل فيريفيكيشن، بيعرف ان الصوره ديت ناتشرال، بيعمل مطابقه ما بين صوره جواز السفر وبيعمل مطابقه ما بين البيانات اللي تم ادخالها مع الصوره في خلال ساعه. لو البيانات كلها سليمه بيتم تنشيط الحساب. يعني بفتح الحساب، ادخال البيانات كله 5 دقائق بالكتير، تنشيطه في خلال ساعه. في حاله ان الحساب ما دخلتش البيانات صح، بتنتقل لحاجه اسمها الهيومن فيريفيكيشن، اللي هو في موظف لازم يدخل، بيبقى السيستم قدامه بيشوف الحسابات البندنج وهو اللي بيعمل المطابقه بنفسه. تمام، لقى في حاجه ناقصه بيبعت للطالب برجاء استيفاء المعلومات الناقصه ديت. ويعني بنقدر نتكلم في قول من ساعه ل 24 ساعه. في باكجز معينة؟ يعني هل في مثلا حساب بنكي وتأمين ومش عارف ايه، ولا هو حساب بنكي بس، ولا فينتيبا بتقدم ايه بالظبط؟ من خلال الويب سايت هتلاقي حضرتك لحد دلوقتي احنا عاملين 3 باقات. خلي بالك انا دايما بقول لحد دلوقتي لان قريبا جدا هيحصل فيه ابجريد، انا ما اقدرش اتكلم عنه دلوقتي، مش مصرح ان انا اتكلم عنه. تمام، بس في ابجريد هيحصل في انواع المنتجات، هتضاف ليه منتجات تانية هتعجب الناس وهتريحهم اكتر واكتر. تمام، مش هقدر اقولها يعني، حاولت ان انا بقاوم ان انا اقول بس. طيب هو ممكن نتوقع ان الابديت ده هيجي امتى؟ قبل نهاية السنة ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. قبل نهاية السنة هيبقى في ابجريد حلو هيعجب الناس يعني، خدمة إضافية هتضاف يعني. فلحد الآن الباقات اللي موجودة في 3 باقات. الناس لما تدخل على الموقع هنخش على الباقة مثلا اللي هي في اليسار، اللي هي فانتيبا بيزك، اللي هو البلوكد اكاونت بس. تمام، دي بيبقى بس حساب بنكي مغلق. ولكن جرت العادة في ان دائما مستخدمين هذه الباقة بيعملوا ابجريد للباقة اللي بعدها، وهي الباقة اللي بقى الاهم اللي انا هتكلم عنها بشكل اكبر، اللي هي فانتيبا بلس. فانتيبا بتقدم خدمة البلوكد اكاونت، وبرضه شركاء مع شركات تأمين. لان برضه ان الطلبة اللي محتاجة لازم تعرفوا ان من ضمن الحاجات الاساسية اللي السفارة الالمانية بتطلبها ان يكون عندك تأمين صحي داخل المانيا. مفيش حد هيعيش في المانيا ولا هيدخل المانيا الا لما يكون عنده تأمين صحي. ففانتيبا عاملة كولابريشن مع شركتين كبار، تمام، شراكه مع شركتهم كبار، وبتقدم الخدمه ديت من خلال نفس برضو الويب سايت اللي هو بتاع فينتيبا. في البرودكت الباقه دي اسمها فينتيبا بلس، اللي هي فيها الحساب البنكي المغلق وفيها التامين الصحي. جرت العاده كتير بلاقي ان معدلات الناس اللي بتفتح بس فينتيبا بحساب مغلق لازم يعمل ابجريد علشان يقدم على التامين، لان في ظنا منهم بعض الناس تقول لك لا انا عندي التامين في بلدي في دولتي اللي انا مقيم فيها اللي هي بره المانيا، وما بتبقاش دول الاتحاد الاوروبي، فبيبقى فاكر ان التامين ده كفايه، ولكن يفاجئ بان السفاره بتقول له لا احنا عايزين تامين من شركه المانيه. اعمل ايه يا جماعه؟ اعمل ابجريد وخد فينتيبا بلس. وده مختلف برضو عن التأمين اللي هو الناس بتفتكر ان هو بتعمله، لان في تأمين للطيران اللي هو بتاع اليانز. طيب بشكرك جدا على التوضيح ده، لان احنا عاملين حاجه جميله قوي. اي حد بيحصل على فينتيبا بلس اللي هو بيقدم علشان ياخد البلوكد اكاونت وبياخد الهيلث انشورنس الالماني، بيقدم ليه ترافل هيلث انشورنس ده اللي هو حضرتك ذكرته بالظبط. يعني فانتيبا بلس دي طالب بيقدم على بلوكد اكاونت يحصل عليه، بيقدم على التامين الصحي يحصل عليه، لان السفاره بتطلب منه برضه تامين سفر، فاحنا بنقدم تامين سفر كهديه مجانا لاي حد بيحصل على فانتيبا بلس. هو في العاده بيكلف من 80 ل 90 ايرو، ولكن اي حد بيحصل عليه مع فانتيبا بنقدمه له مجانا. الفرق بين التأمين الحكومي والتأمين الخاص؟ الفرق ما بين التأمين، شركات التأمين في نوعين فعلا من شركات التأمين. التأمين الحكومي او هو اسمه حكومي ولكن هو عام، تمام، جزاستلش بالالماني، والبرايفات اللي هو البرايفت اللي هو مافيستا. احنا بنتعامل مع شركتين كبار جدا، في دي متخصصه في حاجه ودي في حاجه، مافيستا وبارمر. مافيستا هي شركه التأمين الخاص. العادي السيناريو العادي اللي مطلوب في عمليه التأمين ديت ان هم لما نفترض ان في حد جاي مباشره من بره المانيا وعايز يدرس في المانيا، عمره لو اقل من 30 سنه، وجاي مباشره على البرنامج الدراسي داخل بكالوريوس، من اول يوم انا بدرس برنامج البكالوريوس
انا جاي من اول يوم بدرس برنامج الماجستير بدون سنه تحضيريه، بدون سنه لغه. فاللي داخل مباشره على البرنامج الدراسي وعمره اقل من 30، اوتوماتيك السيستم هو بيفتح الحساب هيحوله على بارمر، لان هو القانون بيقول كده لازم تحصل على التامين العام الحكومي اللي هو بارمر. في حاله الاخلال باي شرط من الشرطين دول، يعني انا جاي بس عمري اكتر من 30، او انا هاخد سنه تحضيريه اللي هي بيسموها ستودنت كوليجا، او هاخد كورس لغه المانيه قبل ما ابدا ادخل البرنامج الدراسي واكمل فيه، اي شرط من الشرطين دولت يعني تم الاخلال بيه وبقى حاجه من الاثنين دول، اوتوماتيك بيتحول لمافيستا اللي هو التامين الخاص اللي بيكمل بيه لحد لما يبقى داخل على طول في مباشره في البرنامج ولسه عمره اقل من 30 بيتحول للتامين الحكومي. دي ليها بعض الشروط القانونيه، دي ليها بعض الشروط القانونيه، ديت باقاتها مختلفه، دي برضو باقاتها مختلفه وفيها باقات باسعار مختلفه. موضوعها طويل شويه، فادعو الساده متابعين حضرتك ان هم يخشوا على الويب سايت ويعملوا استبيان البيانات دوت بنفسهم. يعني ايه هي الاوراق والمستندات اللي انتم محتاجينها مني عشان افتح الحساب البنكي المغلق؟ كميه اوراق غير طبيعيه، هي بس عباره عن جواز السفر بس. الاوراق اللي بتطلب لعمليه فتح الحساب فقط جواز السفر ويكون ساري. طيب لو انا تحت سن ال 18 بفتحه ازاي او بتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ في الحاله ديت الحساب بيبقى ماينر اكاونت، فبيتفتح باسم احد الوالدين سواء الام او الاب، ففي الحاله ديت بيطلب جواز السفر برضو الاب او الام. الموضوع دوت برضو لان ببقى اسال عنه كتير قوي، لان اللي بيسال في الحاله ديت هو اولياء الامور، بيبقى عندهم شويه استفسارات زي مثلا انا هفتح لابني، ينفع الام تفتح؟ ينفع الام لوحدها تفتح. طب ينفع الاب اللي يفتح؟ ينفع الاب اللي يفتح. طيب ايه اللي مطلوب؟ ان يكون اي حد منهم هيفتح معاه جواز سفر ساري. وانا بختار فتح الحساب لازم اكون حريص ودقيق على ان احنا اثناء عمليه الاختيار فتح الحساب من موقع فينتيبا في فتح الحساب العادي وفي الماينر، فانا لازم اتخش على الاوبشن اللي هو ماينر قصر، لان طبيعه فتح الحساب والبيانات المطلوبه هنا غير هنا. فبفتح الحساب وبعدين بيبقى في خطوه تانية موجوده، احنا زي ما قلنا لازم يكون في جواز سفر ساري. بيحصل خطوه زياده عن فتح الحساب العادي، الا وهو ان بيبقى في حاجه اسمها فيديو كول ليجيتيميشن او تحقق فيديو فيريفيكيشن، تحقق فيديو. بيبقى عباره عن ان في بيتبعت لينك وبيخش ولي الامر على ان هو بيعمل مكالمة بفيديو كول، لازم يكون معاه جواز السفر. وعشان كده هذكر نقطتين مهمين جدا يا ريت الناس فعلا تكون حريصة عليهم. ان اولا تكون بتجيد اللغة الانجليزية، لان الانترفيو بتبقى باللغة الانجليزية. معايا جواز السفر بتاعي، مفيش حد موجود في الغرفة اللي انا فيها، مفيش يبقى حد موجود في الغرفة اللي انا فيها اتكلم معاه، حد يساعدني معلومة، لان هو لو اكتشف ان المحقق اللي بيعمل المكالمه ان في حد معاك في الغرفه بيقفل المكالمه، لان المفروض ان انت فاتح الحساب دوت، يعني شويه حاجات كده ان انت فاتحه بكامل حريتك، محدش ضغط عليك، تمام؟ فانت موجود في الغرفه لوحدك يعني. فديت نقاط، لان بيحصل يا استاذ بيلحقونا مش عارف ايه، بعتوا لي بعدين قفل المكالمه مره واحده، ايه اللي عملت؟ لا ما فيش، اصل المدام كانت جنبي، اصل ابني كان جنبي. لا ما ينفعش. بعرف اتكلم انجليزي، والاسئله بسيطه، اسم حضرتك ايه، الجواز السفر ايه، فبيطلع جواز السفر يحركه يمين وشمال عشان تبان العلامات المائيه الضوئيه اللي فيه. جميل. عايز تفتح حساب ايه فين؟ في فينتيبا. يعني شو كلها اسئله بسيطه، يعني مش بيعمل تحقيق طويل، لا كلها حاجات بسيطه، بيتفتح الحساب وخلاص كده. لو انا عايز امدد الحساب بتاعي، يعني مثلا انا فتحته الاول سنه ودلوقتي داخل على تاني سنه، عايز اجدد اقامتي للسنه التانية او السنه التالتة، بقدر اعمل كده؟ وبعمل كده ازاي؟ سؤال حضرتك بالنسبة للسنة التانية، يعني أنا جيت ألمانيا خلاص، عديت السنة الأولانية وكان مطلوب مني من السفارة الألمانية أن أنا أفتح حساب لوجد أكاونت في ألمانيا. دلوقتي أنا بقيت في ألمانيا وبقى لي سنة عدت، تمام؟ والإقامة بتاعتي أول ما أنا جيت ألمانيا حصلت على إقامة سين لمدة سنة، فعشان أجدد الإقامة بتاعتي في ألمانيا هروح لمكتب الأجانب. نفس السؤال لو تفتكر حضرتك اللي اتسأل في الأول، بس كان في الأول بيتسأل من السفارة الألمانية، هيتسأل برضو نفس السؤال بس من مكتب الأجانب. أنت عايز تجدد الإقامة بتاعتك لسنة تانية، هتصرف على نفسك منين؟ الإجابة بقى في الحالة ديت ممكن يدخل فيها حاجات تانية. هنتكلم عن الستاندرد كيس، الحالة العادية، ان انت بتبعت ايميل لفينتيبا من نفس الايميل اللي انت استخدمته في فتح الحساب برجاء تمديد الحساب extend my account، وتبدأ عملية الاكستنشن من خلال فينتيبا بسيطة، وتحول المبلغ تاني ويطلع بلوك اكاونت كونفirmation جديد بالمبلغ الجديد للسنة الجديدة. ده لو انت هتكمل في الحالة الستاندرد بتاعت فينتيبا. طب لو انا عايز بقى اقفله يعني انا بعد اول سنه لقيت عقد عمل وبقيت اجدد الاقامه بتاعتي في المانيا بعقد عمل، هل انا اقدر اقفل الحساب البنكي المغلق ده ولا ما اقدرش؟ حاليا بقيت الاحظ ان في بعض المقاطعات، ولازم برضو نوضح ان الموضوع مش يعني معمم، بعض المقاطعات في حالة ان الطالب لقى وظيفة بعدد ساعات العمل المسموحة ليه بتدخل له مبلغ
يضاهي قيمة المبلغ الشهري اللي هو 934 يورو تقريبا، بيستعيضوا عنها بالبلوكد اكاونت. هو اطمن، انت في الاول كان معاك البلوكد اكاونت، فانت محتاج دلوقتي انت شغال فبيدخل لك ال1000 يورو، ال1100 يورو، ال950 يورو. المهم هو اطمن ان في دخل شهريا بقالك 6 شهور بينزل لك، فخلاص اوكي ده الدخل بتاعك، فبيجدده للسنه اللي بعدها بدون الحساب المغلق. اوتوماتيك الحساب في فنتيبا بيغلق بعد اخر دفعه لما بتطلع من الحساب. ده السيناريو بتاع السنه الثانيه. هل لازم كل سنة أجدد بالحساب البنكي المغلق؟ وهل كل سنة برضو بدفع ال 12,000 يورو ولا الموضوع بيبقى عامل ازاي؟ الحد الادنى اللي مطلوب لكل طالب اللي بتحدده الدولة الألمانية لازم هي تبقى مطمئنة إنه طول فترة إقامتك القادمة أنت معاك المبلغ اللي يغطيك كطالب، سواء دخله من بلوكد أكاونت، سواء دخله جاي من وظيفة أو من عمل، سواء هما الاتنين مجتمعين. المهم إن يكون الحد الأدنى للدخل بتاعك ما يقلش عن المبلغ اللي هما محددينه ده، ممكن من خلال وظيفة أو من خلال بلوكد أكاونت أو الاتنين مجتمعين مع بعض. ايه هي الخطوات في البنك في مصر اللي أنا بحتاج أعملها عشان أفتح الحساب البنكي في ألمانيا أو في فنتيبا؟ بحتاج أعمل ايه في البنك في مصر أو في الدولة اللي أنا عايش فيها؟ الخطوات اللي احنا لازم نعملها مع بنوكنا، هقول لحضرتك الاول اصل لمعلومه ان عشان احنا بنتعامل مع بنوك كتير جدا، عشرات ومئات البنوك حول العالم. ففنتيبا في الموضوع البنوك الخارجيه بتحترم كل البوليسي والبروسيجرز اللي هي القوانين المنظمه للعمل جوه البنوك اللي موجوده بره، وكذلك تحترم القوانين المنظمه للقوانين البنك المركزي في كل دوله. فاحنا ما بنتدخلش، يعني في دوله تقول لك احنا عايزين شروط حاجات كذا كذا كذا، ما اقدرش اقول له لا، ارجع لبلدك شوف القوانين المنظمه ايه لعمليه التداول المالي، سواء بالتحويل خارج البلاد او سواء مثلا التعامل بالعمله الاجنبيه داخل البلد. شوف دولتك بتقول ايه. على سبيل المثال مثلا دولنا العربيه، انت حضرتك بتتوجه للبنك بتاعك بتقول له انا عايز احول المبلغ، انت ليك حساب في المانيا اللي هو رقم الايبان الالماني اللي مع فنتيبا، عايز احول الفلوس بتاعتي لحسابي في المانيا، المبلغ اللي مطلوب مني ان يكون في الحساب هو قيمته كذا. بتقدم حضرتك طلب التحويل والفلوس بيتم تحويلها لحسابك. الحساب في المانيا طبيعه الحساب معمول بعمله اليورو، فلازم الفلوس توصل للحساب باليورو، بغض النظر عن الفلوس اتحولت من العمله المحليه في الدوله المحول منها او اتحولت من العمله الاجنبيه، تمام، اللي هو اليورو من الدوله المحول منها، ما بيفرقش مع فنتيبا. المهم ان الفلوس لما تيجي تدخل الحساب تدخل باليورو. هل التحويل لازم يبقى بحساب باسمي أو من حساب باسمي، ولا ينفع مثلا حساب من أخويا، أمي، أبويا، حد من قرايبنا وخلاص عادي؟ بالنسبة للتحويلات القادمة للحساب، أولا عايز أصل على معلومة إن فنتيبا لا تتدخل في مدة التحويل ولا تتدخل في أي شيء خاص بالتحويل. دائما ارجعوا للبنك اللي انتوا بتحولوا منه، ما بقى بالأولياء أمور أو طلبة. طب أنا حولت الفلوس بتاعتي توصل في خلال قد إيه؟ ارجع لبنكك، اسأل البنك بتاعك الفلوس هتتحول في خلال مدة قد إيه. فاللي بيتحكم في النقاط دي هو البنك المحول. النقطة التانية بأن عدد مرات التحويل دايما نراعي أن يكون عدد مرات التحويل 3 مرات. يعني لو المبلغ مثلا سي 9000 هنخليها، هو أكتر طبعا، خليها 12000 يا سيدي، تمام. 12000 لو عايز أحولهم على 3 مرات يبقى أنا لازم كل مرة مثلا سي على التساوي 4 4 4 على أقصى حد 3 حوالات. مين يحول؟ أي حد يحول من جوه البلد الأصلية، من بلد خارجية، من 3 دول مختلفين، مفيش مشكلة. هل انا ينفع اقسط؟ انما اقسط لفنتيبا دلوقتي، فنتيبا ما بتقدمش خدمات الائتمان، يعني ما بتديش سلف او قروض. الموضوع انت بتحدد المبلغ كام اللي انت محتاجه، في اول ما بتحول السيستم بيقرا ان انت المبلغ اللي محتاجه بالكامل وصل، فبيطلع لك البلوك اكاونت كونفirmation. فلو السفاره في الوقت دوت عايزه مبلغ معين وانت عملت في اثناء فتح الحساب المبلغ المطلوب هو كذا زي السفاره، والمبلغ ما وصلش بالكامل، فمش هيطلع لك الخطاب اللي هو انت هتحتاجه علشان تقدمه للسفاره. نرجع تاني، يمكن يتحول الفلوس على دفعه واحده او على دفعتين او على 3 دفعات، في الاخر السيستم عشان هو اوتوماتيك حاجه متظبطه مش هيطلع الخطاب الا لما المبلغ يكتمل اللي انت قايل عليه، تمام. يعني انا عايز حسابي فيه 10000 يورو، اوكي، يبقى السيستم على طول قاعد بيقرا ان مستني المبلغ يوصل 10000 يورو عشان يطلع لك الخطاب. 12000 يورو، 3000 يورو، ايا كان المبلغ اللي انت محدده، هو سيستم مستنيه يتحط لحد ما يقرا. فعمليه التقسيط يعني انا عارف حضرتك ممكن تكون بتقصد ان يطلع لك البلوك اكاونت كونفirmation تقدمه للسفاره بس انت ما حولتش المبلغ بالكامل، لا ما بينفعش. هل انا اقدر ادفع فوق ال 12000 ولا انا بس لازم الرقم اللي يتكتب لي احوله؟ يعني هل انا اقدر مثلا ادفع 13000 يورو او 14000 يورو ولا لازم ال 12000 بالظبط؟ نقدر لحد ما ماكسيمم لحد 13000 او 13000 وشويه، جميل. لكن كمفتوح اكتر من كده لا،
ما ينفعش اكتر من كده. لو مثلا انا عملت ان الكالكوليتر الحاسبه وانا بفتح الحساب ان انا عايز حساب يبقى فيه 12000 يورو، ولكن وانا بحول من البنك بتاعي حولت 13000، ففي 1000 يورو زياده. الطالب لما بيحول فلوس مع اول دفعه بتتحول له بترجع له من فنتيبه لحسابه العادي، ال1000 يورو الزياده دي بترجع معاهم. طبيعه الحساب مغلق واحنا محدودين بليميت معين اللي هو قيمه البلوكد اكونت السنوي بحد، يعني 12000 يورو بحد ادنى، حد اقصى 13000 وشويه. فما ينفعش اكتر من كده لان هتتحول طبيعه الحساب. هم عارفين ان المبلغ 900 وشويه في الشهر، يعني في السنه 12000 قل او زاد. ليه تحول اكتر من كده؟ طبيعه الحساب مبرمجه على ان الغرض منه هو المبلغ ده. طيب ممكن سؤال، طب انا عايز اسافر ادرس ماجستير وعايز اخد زوجتي معايا، السفاره طالبه مني ان انا احط بلوكد اكاونت بقيمه معينه لزوجتي، فالمبلغ هيبقى اكتر من 12 و 13 الف يورو. اعمل ايه؟ موضوع بسيط. حضرتك مشكورا هتتواصل مع السفاره، لو سمحتم يا سفاره المانيا في الدوله اللي انت فيها، انا عايز اسافر معايا زوجتي او زوجتي وابني او اولادي ايا كان العدد، فعدد الاسره اهوت واعمارهم اهوت، كم قيمه البلوكد اكاونت اللي مطلوبه مني؟ بترد السفاره مطلوب 20000 يورو، 25000 يورو، ايا كان المبلغ اللي السفاره بترد بيه. فحضراتكم يعني المتقدم العميل بيبعت لفنتيبة، يا فنتيبة ادي الايميل اهو بتاع السفارة، مطلوب مني ان انا اقوم بايداع 20000 يورو في حسابي. ففي الحالة ديت في استثناء مثبت من السفارة، فبنزود المبلغ من 12 او 13 الف يورو لحد 20000 يورو، اللي هو المبلغ اللي نص بيه ايميل السفارة الألمانية. تقدر تحول المبلغ ده الإضافي، إنما لوحدك تحول بزيادة لا، ما ينفعش. طب هل لو انا بقى الفيزا بتاعتي ما اتقبلتش او لاي كان سبب قهري ما قدرتش ان انا اسافر المانيا، او حصل اي عذر وحولت الفلوس دي، بقدر اقفل الحساب وترجع لي فلوسي، ولا وبترجع الفلوس دي بعد قد ايه؟ دائما اظن بالنسبه يعني للناس اللي عايزه تسافر المانيا ان قرار السفر لالمانيا مش بيبقى وليد اللحظه. يعني انا مش بصحى الصبح انا مسافر المانيا، بيبقى الموضوع مخطط ليه تمام. فبيبقى مثلا عارف ان الجامعات بتفتح اليوم الفلاني وانا هقدم في الجامعات الفلانيه وراعيه الديدلاين بتاعي، فبعت وخدت القبولات، وبعدين خطوه بعد ما احصل على القبول الجامعي ان انا بفتح البلوكد اكاونت لحد اللحظه اللي قبل فتح الحساب المغلق. لو حضراتكم مش، خلينا نتكلم بقى مباشرة، لو حضراتكم مش مقررين ان انتوا تسافروا المانيا، فما تفتحوش الحساب البنكي المغلق الا لما يطمئن قلبكم انا خلاص مسافر المانيا. لان لما بفتح الحساب واحول الفلوس وبيطلع البلوك اكاونت كونفirmation من فنتيبة، هو التزام من فنتيبة للسفارة الألمانية. سفارة ألمانيا احنا شبه الناس بتوع البنوك عارفين اللفظ دوت، خطاب ضمان، ان انا بقدمه للسفارة ان انا بضمن الفلان الفلاني ده. فعلشان ارجع لفلان الفلاني ده فلوسه قدامي حاجه من الاتنين، يا يجي المانيا وشهريا ارجع له فلوسه، يا اما الجهه اللي انا تقدمت بيها ان انا اضمن الطالب ده اللي هي السفاره تخطرني بشكل ما، اللي هو لا قدر الله من خلال الرفض، ان السيد فلان الفلاني مرفوضه الفيزا بتاعته ومش هيسافر المانيا. فلما بيجي لي خطاب الرفض بقدر ارجع الفلوس تاني. ليه بقول كده؟ لان في ناس بتعمل ان هو بيفتح الحساب المغلق الاول وبعدين يروح يقدم على الجامعات فما يجيلوش قبول دراسي. ما ينفعش. انا دايما بقول الخطوه الثانيه هي بعد القبول الدراسي فتح الحساب المغلق. نراعي السيكونس ده بالشكل ده. الفلوس بترجع لازم بخطاب من السفاره الالمانيه وبترد في خلال 3 أسابيع. قبل كده انا ما قررتش اسافر، انا مش عايز اسافر، انا متردد، لا، لحد ما يطمئن قلبك سواء الطالب او ولي امره ان انت فعلا خلاص مستقر وهتسافر، حول فلوسك. لان الفلوس مش هترجع بناء على طلب منك لا زهقت انا مش مسافر رجعوا لي فلوسي، لا، لازم تعمل اجراء معين وتجيب لنا كونفirmation تاكيد من السفاره الالمانيه في الدوله اللي حضرتك فيها ان انت مش هتسافر المانيا عشان نرجع لك فلوسك، طالما الضمان البلوك اكاونت كونفirmation تم اصداره. كحاجه اخيره بقولها لكل الناس، المانيا بتطلب ناس كتير، ألمانيا عايزة ناس كتير يسافروا ليها سواء للدراسة أو للعمل، ولكن خلينا نعمل احتياطاتنا، خلينا نخطط للموضوع صح. لو أنا محتاج لغة ألمانية فلازم أذاكر ألماني، أعمل معدلات الزمنية بتاعتي بشكل لوجيك، أخطط زمنيا لنفسي، ما اسمعش لأي حد بيقدم طاقة سلبية، ما اسمعش لأي حد ممكن يحبطني، وإن شاء الله
توصلوا لألمانيا. وفي النهاية حابب أشكرك جدا جدا دكتور على وجودك النهاردة معانا ومشرفنا في اللوكيشن في الشركة في مدينة فرانكفورت، وأنا سعيد جدا بأن أنا اتشرفت بحضرتك، مثال مشرف لشباب كتير وربنا يوفقك. شكرا جزيلا حضرتك، والله انا اسعد، انا اشكرك. تحياتي. شكرا جزيلا.